فايت لك شتي شي واحد تتعرفو فاقد الوعي وما عرفتيش شنو خصك دير، بعدا في الاول من بعد ما تتاكد انه تيتنفس تتحاول تهضر معاه باش تشوف الا تيتجاوب معاك. الا ما طاحش واحد الطيحه مجهده اللي يمكن له يتهرس فيها تديرو على الوضعيه الجانبيه للامان، والا ما فاقش تعيط للطوارئ. اما بالنسبه للاسباب فالاغلبيه ديال الاسباب اللي تتكون عند الناس اللي صغار في السن تتكون بسيطه وتتجي مثلا كرد فعل لانهم بقاو واقفين واحد المده طويله واحد الجهه اللي سخونه مغلقه، كانوا متوترين ولا شافوا الدم، ولا الا طاح لهم السكر واحد شويه ولا طاحت لهم الطونسيون. اما الاسباب اللي تجي عند الناس اللي كبر منهم شويه في السن تتكون صعيبه اكثر وتجي مثلا من الامراض نتاع صمامات القلب، ولا لا قدر الله جلطه في القلب ولا جلطه فريه، ولا من تسارع دقات القلب. اما عند الناس اللي فايتين 65 عام ففقدان الوعي تيجي خصوصا من تباطؤ دقات القلب، ففي هذه الحاله تندير واحد المكانه ولا واحد الفيس ميكر اللي تيعاون القلب انه يضرب بواحد الطريقه عاديه. وفي الاخير كاين الاسباب المرتبطه بالجهاز العصبي كي بحال نوبات الصرع وكي بحال الجلطات الدماغيه.